السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم دينا خلاف، لايف كوتش، مدربة الوعي الذاتي والتطوير الشخصي، أخصائي إرشاد نفسي، ممارس للبرمجة اللغوية العصبية. تعالوا النهاردة نسأل نفسنا سؤال مهم جدا وندخل جوه نفسنا بعمق ونبدأ نجاوب على السؤال ده، وهو سؤال الهوية. يا ترى أنا عايش بنسختي الحقيقية الأصلية ولا عايش بالنسخة المزيفة؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني انا فعلا اكون عايش ومش واخد بالي ان انا بنسخه مش نسخه حقيقيه، نسخه مزيفه، لابس طول الوقت قناع وانا مش واخد بالي. يا ترى انا بعيد قوي عن الذات الحقيقيه اللي ربنا حطها فيا؟ طبعا ممكن كتير بنمثل ادوار مش ادوارنا. تعالى النهارده نعرف ايه الفرق ما بين الذات الحقيقيه والذات المزيفه، وازاي اقدر اميز انا عايش يا ترى بالنسخه الحقيقيه والاصليه ولا بالنسخة المزيفة. تعالوا النهاردة عشان الموضوع مهم جدا، كملوا معايا الفيديو للآخر. أول حاجة الذات الحقيقية، يعني هي حقيقية، يعني كما أنا، بدون لبس أي أدوار مش أدواري أو لبس قناع عشان أرضي الناس اللي حواليا أو أثبت عكس اللي جوايا. يعني أنا عايش بالنسخة الأصلية، بقدر أعبر عن مشاعري اللي أنا حاسس بيها. أنا بتوجع دلوقتي من الموقف ده، ببدأ أعبر إن أنا اتوجعت. أنا حزين، أنا بعبر عن حزني. أنا خايف، بعبر عن خوفي. مش ببين عكس الحاجة الحقيقية اللي جوايا، عكس مشاعري. بتصرف بطريقة تلقائية، مش بتجمل في أي تصرف أو أي كلام أنا بقوله قدام الناس، لأن أنا عايش بالنسخة الأصلية. فمن أهم صفات الذات الحقيقية، أول حاجة بتتصرف بتلقائية، مش بتجمل واظهر عكس اللي جوايا. تاني حاجة هتلاقي عندك دايما شعور السلام والطمأنينة، يعني انت في وسط الناس مش قلقان وخايف من اي شيء، لان انت بتظهر على حقيقتك. رقم 3 البوصلة بتاعتي، القيم الشخصية اللي بتوجه كل تصرفاتي. هل انا عايش بالقيم الشخصية الحقيقية؟ فدي من اهم المميزات اللي بتميز الذات الحقيقية، ان انا عايش بالقيم الحقيقية اللي جوايا. يعني مش بقدر اعيش عكس القيم بتاعتي. لو مع شخص بيضارب في القيم بتاعتي بسيبه فورا، لو في مكان عكس القيم بتاعتي بسيبه فورا. فانا عايش بالبوصله الحقيقيه اللي بتوجه السلوك والتصرفات اللي انا بعملها. من اهم صفات الذات الحقيقيه ان انت دايما عندك ابداع، عندك مرونه في التغيير، عندك اتصال روحي بزياده، لان انت عايش بحقيقتك اللي انت مولود بيها. طيب امتى اقول ان انا عايش بالذات المزيفه؟ تعالى اقول لك على اهم صفاتها واعرفك على الذات المزيفه. اول حاجه، لو انا حاسس ان انا تايه عن نفسي، يعني انا فعلا مش عارف انا مين. لو انا طول الوقت بعمل حاجات وبنجح فيها وبرضه مش واصل للسعاده الحقيقيه. لو انا طول الوقت بمثل ادوار مش ادواري الحقيقيه عشان الناس اللي حواليا ترضى عني وتقبلني وتشوفني. لو انت من الناس اللي عايش بعكس الذات الحقيقيه، هتلاقي ما عندكش سلام خالص ولا امان طول ما انت في الذات المزيفه. انت بتصطنع حاجه مش حقيقتك، مش انت خالص. فالذات المزيفه انا لابس قناع وطول الوقت ماشي بيه وبلعب ادوار مش من اجل نفسي، من اجل الاخرين، من اجل بس ان هم يرضوا عني، من اجل ان انا اتحب واتشاف. ودي نابعه قوي من بذره عندنا في الطفوله، اتضربنا فيها واتخبطنا فيها واتصدمنا بيها، وانا طول الوقت بسعى من اجل رضا الناس اللي حواليا. فتعالى اقول لك بقى خطوره الذات المزيفه، ان انت بتبدا تدفن الذات الحقيقيه جوه، واللي شغال معاك بيظهر طول الوقت مش حقيقتك. فلو انا عندي موهبه بدوس عليها وبدفنها ومش فاهم انا مش مبسوط ليه ومش سعيد ليه، حتى لو وصلت لاعلى حاجه، بتحس ان انت طول الوقت تايه عن نفسك. يعني لو انا وانا صغير وطفل كده وبحب ارسم وابدع، يتقال لي وبدا يتقال لي ان ايه اللي انت بتعمله ده، مش وقت خالص انك ترسم، ركز في حاجه واحده بس، مذاكرتك وبس، خلي الرسم ده لوقت تاني. فبدات تتجاهل موضوع الرسم، مع انه موهبتك على فكره وانت شاطر فيه وبتبدع فيه، بس حسيت ان الحاجه دي مش مهمه، مع ان الحاجه دي شغفك فيها. بدأت تكبر وتنمو ان انت تركز على مذاكرتك وعلى نجاحك وعلى شغلك وعلى منصبك، عشان بس الناس قالت لك كده، عشان تبين قد ايه انت ناجح وقد ايه الحاجة اللي بتعملها هي مهمة، والحاجة اللي فيها شغفك وفيها موهبتك ما بقتش مهمة. فتبدأ تطلع انت في منصب كويس وفي مكانة كويسة، بس في حاجة ناقصة. انا تايه
مش لاقي الشغف بتاعي او مش لاقي نفسي، لان انا دفنت حاجه حقيقيه بتعبر عني، وبدات ان انا اظهر حاجه المزيفه والغير حقيقيه عشان خاطر الناس اللي قدامي والناس اللي انا عايش معاهم. طيب اهم صفات الذات المزيفه، اول حاجه هتلاقي عندك طول الوقت توتر وقلق، يعني مفيش سلام وامان. تاني حاجه هتلاقيك عايش عكس الرغبات الحقيقيه بتاعتك، انت بتعمل اي شيء من اجل رضا الناس اللي حواليك. رقم 3 هتلاقي نفسك طول الوقت بتجتهد وبتتعب عشان تنال قبول واعجاب الناس بيك. انت بتعيش عكس حقيقتك، فانت بتجاهد طول الوقت وعندك خوف كتير قوي من الفشل، عندك خوف من الرفض. فالحاجات دي لو موجودة عندك انت عايش بعكس النسخة الأصلية الحقيقية اللي عندك، انت عايش بالذات المزيفة. طيب تعال نقول بقى ازاي اقدر ارجع لذاتي الحقيقية. اقعد كده ورقة وقلم واكتب ورايا. اول حاجة هتسألها لنفسك انا مين؟ علامة استفهام، بعيد عن اي دور انت بتلعبه في الحياة، بعيد كوني ان انا موظف، ان انا اي شيء. شيل كل دور بتلعبه في المجتمع وابدأ اسأل عن الهوية الحقيقية بتاعتك، انت مين بعيد عن الادوار دي. رقم 2 سؤال مهم تسأله لنفسك، امتى بتحس بالامان؟ ان انت مش خايف من اي حاجة تظهر فيك. الوقت اللي انت حقيقي بتبان فيه على طبيعتك وحقيقتك، امتى الوقت ده ومع مين. بعد كده ابدأ تحرر من التوقعات، يعني كل توقع انت حاطه قدامك عشان الناس هتقول عليا كذا وممكن يقولوا كذا وممكن يشوفوني بكذا، شيل التوقعات دي وتحرر منها. الناس مش مركزة معاك، انت بس اللي مركز اكتر على اخطائك ومركز اكتر على ذاتك. ركز على الحاجات الايجابية اللي فيك، ركز صادق فعلا مع نفسك، يعني خليك دايما راقب المشاعر اللي عندك وخليك صادق معاها. يعني انا دلوقتي عندي شعور بالخوف، ابدأ قرر ان انا الان فعلا عندي شعور بالخوف، انا مش بتجمل. انا دلوقتي اتألمت وحزنت من الكلام اللي اتقال لي، اعترف بده، مش تتجمل وتتصنع ان انت الكلام ده ما اثرش فيك وما وجعكش. وابدأ ادخل جوه نفسك واسأل نفسك المشاعر دي تعني ليا ايه؟ ليه الكلام ده اثر فيا؟ ليه الموضوع ده هز فيا؟ ما انا ممكن عندي هشاشة من جوه، ابدأ اشتغل عليها. ومن هنا ببدأ اطلع الذات المزيفة واشيل القناع اللي انا لابسه طول الوقت، وابدا اشوف حقيقتي من خلال ان انا ابدا اركز جوه نفسي، ابدا اراقب مشاعري، ابدا اراقب التصرفات بتاعتي. بس ممكن احتاج في الوقت مع الوقت ان انا في حد يكون معايا في الرحله وينور الكشاف معايا ويبدا يقول لي النقط الضعيفه اللي عندي والنقط القويه اللي عندي ومين انا بحقيقتي. فممكن تحتاج لمختص، طبعا ممكن تحتاج لمختص. سيب لكم رقم الواتس لو انت محتاج لحجز اي استشاره او اي سيشن. لو انت حسيت ان الموضوع فرق معاك شارك الفيديو ده مع ناس تانية، وما تنساش الاشتراك في القناه واعمال لايك. شكرا جدا ليكم، كان معاكم دينا خليل.